هل الترتيب في الوضوء واجب وما الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال سيبويه: إنهم يبدأون بما هم به أهم وبشأنه أعنى. ثم أيضا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وملازمته للوضوء بالترتيب، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتوضأ على الترتيب. وقد قالت الحنفية أن ذلك جائز، ولكن الحنفية رأيون لا ينبغي أن يعتمد عليهم ولا على أقوالهم. فماذا فماذا الكلام على ماذا؟ الكلام على الترتيب. فالصحيح أن الترتيب يعتبر واجبا، وأنه لا يصح الوضوء إذا لم يرتب. وبهذا ننتهي.